المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإرتلية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة نستهلها بالعناوين. إصابة 7 مواطن بفيروس كورونا اليوم. ورشة عمل حول حفظ وتقوية نتائج الشهادة المتوسطة الوطنية في عرزة. ندوة حول استخدام الأدوية ضد الآفات الزراعية في مديريتي دقة وغردات. مفاوضات النووي الإيراني تستأنف في فيينا وواشنطن متفائلة وتستعجل الاتفاق. ماكرون يقترح بناء ضمانات أمنية ملموسة لكل الدول المعنية بالأزمة الأوكرانية. بايدن يتعهد بغلق نورد ستريم 2 إذ غزت روسيا أوكرانيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في إقليمي الأوسط وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 7 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 5 إصابة في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط، وهم من جزباندا وسنيتا، ومصابون قادمون من عد خالة ونفاسيت، و2 من مركز الفحص في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 16 مريض كورونا من الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9651، شفي منهم 9403، وتوفي 101 مريضا، فيما لا يزال 147 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 8 فبراير 2022. نظم فرع التعليم في مديرية عرزة الإقليم الجنوبي ورشة عمل تركزت حول الحفاظ وتقوية كفاءة ونتائج الشهادة المتوسطة الوطنية. وأوضحت الورشة بأن الأعوام الأربعة الماضية شهدت المديرية تحقيق نتائج مرضية في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية، وخاصة عام 2021، حيث أحرز 80% من الجالسين للامتحان البالغ عددهم 2450 طالب نقاط عالية. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ تسفهيوت ولد قرقيس بأن 2597 طالب بينهم 610 طالبة سيشاركون في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية، ومع ارتفاع نقاط النجاح من 40% إلى 45% ستجري تحضيرات مسبقة تتوازى مع ذلك الامتحان. وذكر الأستاذ تسفهيوت أهمية تبادل المعلومات والتجارب المهمة لتعزيز كفاءة واهتمام الطلاب، وسيجري بحث واسع لتفعيل ذلك. ولمزيد من تحقيق نتائج جيدة يتطلب بذل مساعي حسيسة ومنسقة بين الطلاب والآباء والمعلمين والمدراء وغيرهم من الشركاء. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد كبد تفري إن مهارات التدريس المصحوبة بخطة مجدولة تساعد في تحقيق نتائج طلابية مميزة، مناشدا بتعزيز وفاء وجاهزية المعلمين واستغلال الطلاب للفرص استغلالا جيدا. وأكد المشاركون العمل المنسق لإنجاز عالي وإكمال النواقص، مناشدين باستمرارية مثل هذه الورشة. هذا وتنتشر في مديرية عرزة 54 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. نظم فرع خدمات الرقابة الإقليمية في القاشبركة ندوة لمزارعي مديريتي غردات ودقة تركزت حول الطرق السليمة لاستخدام الأدوية ضد الآفات الزراعية. وأفادت المعلومات الواردة بأن البرنامج المنظم من 4 و5 من فبراير الجاري تركز حول تصحيح الاستخدام الخاطئ للأدوية والحد من التلوث والأضرار التي يمكن أن تصيب الإنسان والحيوان. وأوضح مسؤول وحدة رقابة ثروة المحاصيل السيد إبراهيم حيل ميكائيل أن الهدف من الندوة هو ترسيخ الطرق السليمة لاستخدام الأدوية التي يجب أن يتبعها المزارعون وخاصة الناشطون في مجال التنمية المروية، وعرض منتجات ذو جودة عالية.
ودعا المزارعون لتنفيذ الإرشادات الزراعية المقدمة عن طريق الخبراء واتباع طرق جماعية لمكافحة الآفات الزراعية لتقديم منتجات عالية الجودة، وذلك بدلا من استخدام الأدوية ضد الآفات الزراعية باستمرار. وأشار خبير رقابة البهارات الزراعية الشاب حدش قبل مسقال إلى أن المزارعين يتوجب عليهم اتخاذ الحيطة والحذر فيما يخص الأدوية ضد الآفات الزراعية ابتداء من حفظها وحتى استخدامها، وعلى المزارعين الرجوع إلى الخبراء الزراعيين في حالة توجب استخدام الأدوية ضد الآفات الزراعية، والتعرف جيدا على الأدوية قبل الاستخدام والتعامل بحذر عالي أثناء عملية الرش، والحد من خلط الأدوية والتخلص من إيناء الأدوية بشكل جيد. وذكر المزارعون بدورهم بأن السيمينارات الزراعية المقدمة ساعدتهم في تصحيح الاستخدام الخاطئ للأدوية وأهمية التفاهم مع الخبراء الزراعيين، وقد ساهمت في تطور وجودة منتجاتهم. أعلن برنامج الادخار والقروض المصغرة في إقليم شمال البحر الأحمر خلال الاجتماع التقييمي الذي عقد في 4 فبراير بحاضرة الإقليم مدينة مصوع بأنه وزع خلال العام 2021 أكثر من 20 مليون نعفة لعملائه، فضلا عن استرداد حوالي 20 مليون نعفة كان البرنامج قد أقرضها. وقال السيد عبد إبراهيم مسؤول الفرع في التقرير الذي قدمه بأن الهدف الرئيسي من البرنامج هو خلق بيئة تسهم في حصول المواطنين في البلدات والريف النائي على القروض الصغيرة، حيث استفاد من البرنامج حتى الآن 1921 مواطنا. وأشاد السيد عبد بدور ومساهمة الشركاء وخاصة مدراء المديريات والضواحي، داعيا للتعرف جيدا على المجموعات التي تريد الحصول على القروض بشكل جماعي تفاديا للوقوع في مشكلة الديون المتراكمة. وأشار إلى وضع برنامج لفتح مكتب في فرو وتقديم قروض بحوالي 25 مليون نعفة. من جهته قال المدير التنفيذي لبرنامج الادخار والقروض المصغرة بالإنابة السيد تافلا أسمرام بأن القروض المقدمة ظلت تسهم في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، داعيا العمل المنسق مع الجهات المعنية لتأمين استمرارية البرنامج هذا. وقد قدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة أهمها ضرورة تركيز برنامج الادخار والقروض المصغرة على معرفة المجالات المفيدة للمغتربين والقيام بدراسات جادة حول تأثير البرنامج على المواطنين، وكذلك السماح بإدخال طرق حديثة تساعد في الحصول على القروض عن طريق الضمانات. نظم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الإقليم الأوسط بالتعاون مع فرع الصحة في الإقليم ندوة صحية خاصة بمكافحة فيروس كورونا ل84 من أعضائه في 3 مديريات الريف. وأوضح مسؤول وحدة المعلومات والتعبئة في فرع الصحة بالإقليم السيد هابت قبل مسقال فيما يتعلق بالندوة المنتظمة في الفترة من الثاني وحتى 4 فبراير الجاري تقديم معلومات واسعة حول فيروس كورونا وفيروسات أخرى مماثلة وطرق مكافحتها. وذكر فعالية أغلب الأمور التي تستفاد منها في النظافة المنزلية، إلا أنه يتطلب اتباع تعليمات منتجيها فيما يتعلق بمسألة الاستفادة. وأوضح بأن 80% من الأمراض المعدية تنتقل عبر اللمس حسب تأكيد دراسة عالمية، مشيرا إلى أن غسل الأيدي جيدا يسهم في انخفاض نسبة الإصابة بمرض الإسهال ب40% ومرض الجهاز التنفسي ب20%، داعيا لغسل أيدينا في كافة أنشطتنا وأن تكون نسبة المعقم المستفاد منه 70%. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على السيد العالمي تستأنف المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا، فيما اعتبرت الولايات المتحدة
أن ملامح اتفاق ترتسم في الأفق وإبرامه بات ملحا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس بريس: رغم التقدم المحرز وصلت المحادثات إلى مرحلة جيدة حيث بات إبرام الاتفاق ملحا. وفي وقت سابق جاء في بيان مقتضب للاتحاد الأوروبي المكلف بتنسيق هذه الجهود الدبلوماسية الحساسة جدا بأن الأطراف المعنيين سيواصلون المحادثات في العاصمة النمساوية. وكان المفاوضون افترقوا نهاية يناير لدعوة إلى اتخاذ قرارات سياسية بعد التقدم المحرز خلال مطلع السنة، والذي سمح بالخروج عن طريق مسدود متواصل منذ فترة طويلة. هذا وقد استأنفت المحادثات في ربيع العام 2021 بين إيران والدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، فيما يشارك الأمريكيون بطريقة غير مباشرة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أنه طرح على سيد الكريملين في محادثاتهما التي استمرت لأكثر من 5 ساعات بناء ضمانات أمنية ملموسة لكل الدول المعنية بالأزمة الأوكرانية. فيما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الكريملين بأنها مفيدة وموضوعية وجادة، وقال إن بعض أفكار ماكرون يمكن أن تشكل أساسا لمزيد من الخطوات المشتركة. ومن جانبه قال ماكرون إنه وجد خلال محادثاته مع الرئيس الروسي نقاط التقاء بشأن أزمة أوكرانيا، غير أنه لا تزال هناك خلافات. وسافر الزعيم الفرنسي إلى موسكو لإجراء محادثات وسط مواجهة بين الشرق والغرب بسبب حشد عسكري روسي قرب أوكرانيا، ومطالب روسيا بضمانات أمنية من واشنطن تشمل وقف توسع حلف الشمال الأطلسي. وقد حشدت روسيا أكثر من 100,000 جندي قرب أوكرانيا، مما أثار مخاوف من احتمال تخطيط موسكو لغزو جارتها، بينما نفت روسيا ذلك. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضع حد لخط أنابيب نورد ستريم 2 الذي بني لتزويد أوروبا بالغاز الروسي عبر ألمانيا في حال غزت روسيا أوكرانيا. وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في البيت الأبيض: إذا غزت روسيا أوكرانيا ما يعني عبور دبابات أو قوات حدود أوكرانيا مجددا، عندها لن يكون هناك خط أنابيب نورد ستريم 2. ويهدف خط أنابيب نورد ستريم 2 إلى مضاعفة صادرات عملاق الطاقة الروسي غاز بروم من الغاز، والتي تدفق من روسيا مباشرة إلى ألمانيا في اتفاق حول الطريق التقليدي عبر أوكرانيا. وأكد الرئيس الأمريكي أن ألمانيا حليف يعتمد عليه بشكل كامل في ملف أوكرانيا، وأن الولايات المتحدة لديها ملء الثقة ببرلين. وقال المستشار الألماني إن بلاده مستعدة لمواصلة التمويل الاستقرار الاقتصادي لأوكرانيا. في الخبر الأخير، أعلن البنك الدولي في تقرير نشر مؤخرا أن تلوث الهواء يكلف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 141 مليار دولار سنويا، داعيا دول المنطقة إلى جعل اقتصاداتها أكثر حاضرة. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تكلفة تلوث الهواء إضافة إلى تلوث البحار والسواحل تقدر بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان المنطقة، لافتا إلى أن مستويات تلوث الهواء في المدن الكبرى بالمنطقة هي من بين أعلى المستويات في العالم. وبحسب التقرير فإن شخصا مقيما في المنطقة سيمضي ما لا يقل عن 60 يوما مريضا خلال حياته بسبب تلوث الهواء،
وأن سكان المناطق الحضرية يتنفسون في المتوسط أكثر من 10 مرات مستوى الملوثات في الهواء التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية آمنة. ختام النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها. إصابة 7 مواطن بفيروس كورونا اليوم. ورشة عمل حول حفظ وتقوية نتائج الشهادة المتوسطة والوطنية في عرزة. ندوة حول استخدام الأدوية ضد الآفات الزراعية في مديريتي دقة ووردات. مفاوضات النووي الإيرانية تستأنف في فيينا وواشنطن متفائلة وتستعجل الاتفاق. ماكرون يقترح بناء ضمانات أمنية ملموسة لكل الدول المعنية بالأزمة الأوكرانية. وبايدن يتعهد بغلق نورد ستريم 2 إذ غزت روسيا أوكرانيا. انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة ودمتم في أمان الله.